يا زملكاوية، إذا حبيتوا آدم توصوا فيه بالملوخية، أصله بحبها كتير. بس أكيد هاي مش أهم معلومة عن لاعب منتخبنا الوطني الفلسطيني آدم كايد. الشاب أبو شعر كيرلي انولد بعد الانتفاضة الثانية بسنتين، وتحديدا في مارس من العام 2002 بمدينة هلسنبورغ السويدية اللي غنوا فيها ليفي بالستينا. ليفي بالستينا وبيوسا سيونيزمن. بس على رأي روتانا زمان، على الأصل يدور. والده من بلدة الطيرة في أراضي 48، أما والدته فهي من حيفا. وزي كتير فلسطينية، جده هاجر على لبنان بعد النكبة واستقر في مخيم شتيلة، المخيم اللي تعرض لواحدة من أبشع المجازر في التاريخ. وهذا الحكي قبل ما ينولد آدم ب20 سنة. وهو بعمر 5 سنين دخل أكاديمية لكرة القدم، وتدرج بعدها وصولا إلى الفريق الأول بنادي هلسنبورغ. وعلى فكرة، ساهم في صعود النادي إلى دوري الدرجة الأولى السويدي. بعدها لعب مع نادي ناك بريدا الهولندي. وهو صغير لعب في منتخب الناشئين بالسويد. مستواه العالي بس كبر خلى المنتخب الفلسطيني يخطفه، ما هو ابننا، عشان ينضم للفدائي في فبراير الماضي. ظهوره الأول كان قدام الأردن، أما قدام العراق فبدع لما صنع هدفين، غير الهدف اللي صنعه قدام عمان. ونشوف آدم شو حيحصد بطولات مستقبلا.